هل سألت نفسك يوم إزاي شخص بسيط من قرية صغيرة في مصر يبقى من أعظم لاعبي الكورة في العالم؟ إزاي الحلم اللي بدأ بجزمة مقطوعة وملاعب تراب يوصل لملعب أنفيلد وسط تصفيق ملايين الجماهير؟ القصة دي مش بس عن كورة، دي قصة عن الإصرار، عن الصبر، عن النفس الطويل. دي قصة محمد صلاح. محمد صلاح اتولد يوم 15 يونيو سنة 1992 في قرية اسمها نجريج، تابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية. قرية بسيطة جدا، أغلب الناس فيها فلاحين، لكن صلاح كان دايما بيحلم بحاجة أكبر من حدودها. من وهو صغير كان بيحب الكورة بجنون، كان بيخلص المدرسة ويجري على التراب، يلعب في أي حتة، حتى لو الكورة كانت كورة شراب أو بلاستيك. أبوه كان دايما بيشجعه، بس في نفس الوقت كان عايز صلاح يكمل دراسته. لكن صلاح كان عنده حلم، والحلم ده كان واضح جواه جدا. كان بيقول لنفسه: أنا عايز أبقى لاعب كورة معروف، وهحققها مهما كانت صعبة. وفي سن 14 سنة اتفتح له باب جديد لما اتشاف في اختبارات نادي المقاولون العرب. راح القاهرة وهو لسه مراهق، وكان بيركب 5 مواصلات عشان يوصل التدريب ويرجع بيتهم. 6 ساعات رايح و6 ساعات راجع، بس كان بيقول: المسافة دي طريق حلمي. في نادي المقاولون العرب بدأ الناس فعلا يحسوا إن الولد ده مختلف، سرعة غير طبيعية، مهارة، تركيز، وإصرار غريب على كل كورة. المدربين كانوا بيقولوا الولد ده لو استمر كده هيبقى حاجة كبيرة. وفي 2010 وهو عنده 18 سنة اتصعد للفريق الأول لنادي المقاولون العرب. لعب أول ماتش ليه في الدوري المصري، ومن هنا بدأت الناس تعرف اسم محمد صلاح.
لكن الدنيا اتقلبت لما حصلت مأساة بورسعيد سنة 2012 واتلغى الدوري المصري، وصلاح كان خايف إن حلمه يقف هنا، بس ربنا كان كاتب له طريق تاني أوسع وأبعد بكتير. أثناء توقف الدوري جات لصلاح فرصة ذهبية. نادي بازل السويسري عمل مباراة ودية في مصر، وشافوا فيها محمد صلاح واتبهروا بسرعته وأدائه، وبالفعل اتعاقدوا معاه سنة 2012. كانت أول مرة يسافر بره مصر. شاب عنده 20 سنة، لا يعرف اللغة ولا الجو ولا الأكل، بس عنده هدف واحد: ينجح. وفي أول موسم مع بازل بدأ يثبت نفسه بسرعة، سجل أهداف وأداؤه كان مبهر في الدوري الأوروبي، خصوصاً لما لعب ضد تشيلسي وسجل فيهم. ومن هنا بدأت أوروبا كلها تبص عليه. الناس بدأت تقول الولد المصري ده عنده حاجة مختلفة. سنة 2014 حلم جديد بدأ لما تعاقد مع تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو. لكن للأسف الحلم ده ما كملش زي ما كان متخيل. صلاح ما خدش فرص كفاية، قعد كتير على الدكة، وفي كل ماتش كان بيتمنى ياخد دقيقة يثبت نفسه، لكن ده ما حصلش بالشكل الكافي. كتير وقتها قالوا
صلاح انتهى، لكن هو كان شايف العكس. كان بيقول لنفسه: أنا لسه في البداية وهواريهم. في 2015 انتقل إعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي، وهناك بدأ يولع الملعب. الناس شافت صلاح الحقيقي اللي بيجري بجنون، بيسجل، بيصنع، ورجع الثقة لنفسه. انتقل لروما، ومن هنا بدأ التحول الكبير. بقى نجم الفريق الأول، وسجل أكتر من 30 جون، واتكلمت عنه كل الصحف في أوروبا. روما كانت النقطة اللي صلاح فيها رجع يقول: أنا لسه ما وصلتش، بس أنا ماشي صح.
2017 نادي ليفربول الإنجليزي قرر يتعاقد مع محمد صلاح بمبلغ ضخم، وفي أول موسم ليه حصل السحر. أرقام قياسية، أهداف في كل مباراة تقريباً. جماهير أنفيلد بدأت تغني له مو صلاح مو صلاح running down the wing. في موسم 2017-2018 صلاح كسر الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي 32 هدف، وخد جايزة أفضل لاعب في إنجلترا. بس القصة ما وقفتش هنا. في نهائي دوري أبطال أوروبا اتصاب إصابة صعبة بعد تدخل من راموس، وكان ممكن ده يكون نهاية الحلم. لكن لا، صلاح رجع أقوى. في الموسم اللي بعده قاد ليفربول للفوز بدوري الأبطال 2019، وبعدها بالدوري الإنجليزي اللي غاب عنهم 30 سنة. محمد صلاح مش بس لاعب كورة، هو مثال إن مفيش مستحيل طول ما في عزيمة. اتولد في قرية بسيطة، بس الحلم كان كبير. اترفض واتصاب واتحارب، بس مكمل. الفرق بينك وبينه مش في الموهبة، الفرق في الإصرار. هو اختار يكمل، وانت كمان تقدر تختار. كل مرة طاع افتكر محمد صلاح وهو بيقوم. كل مرة تحس إنك مش قادر افتكر إنه بدأ من التراب ووصل للقمة. خليك فاكر دايماً، مفيش مستحيل طول ما انت موقفتش. في موسم 2020 صلاح كان في عز توهجه، بس الدنيا اتقلبت بسبب جائحة كورونا. الدوري اتوقف والناس حبست نفسها في البيوت، لكن صلاح كان بيتمرن لوحده في البيت كل يوم. الناس كانت بتشوفه على انستجرام بيتمرن، بيحافظ على لياقته، كأنه بيقول للعالم الظروف عمرها ما توقفني، أنا اللي أتحكم فيها. رجع الدوري وفعلا قدر يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي بعد 30 سنة غياب، وكان هو الهداف وأكتر لاعب تأثيرا في الفريق. في 2021 ليفربول واجه موسم صعب بسبب الإصابات الكتير، لكن صلاح كان هو الثابت الوحيد، بيسجل، بيشجع، وبيشيل الفريق على كتفه. المدرب يورجن كلوب قال وقتها محمد صلاح مش بس نجم،
ده قائد صامت بيتكلم بأفعاله مش بكلامه. بحلول 2023 محمد صلاح ما بقاش مجرد لاعب، بقى رمز عالمي، وشه على الإعلانات في كل حتة، ومنظمة الأمم المتحدة اختارته لدعم حملات إنسانية. اتصنف ضمن قائمة أقوى 100 شخصية مؤثرة في العالم من مجلة تايم، وإحصائياته بقت مرعبة. أكتر لاعب إفريقي مسجل أهداف في الدوري الإنجليزي، أكتر لاعب سجل لليفربول في دوري الأبطال، وأكتر لاعب سجل في افتتاح المواسم المتتالية. بس صلاح كان دايما يقول: أنا الأرقام دي جميلة، بس الأهم إن الناس تفتكرني بخلقي قبل كورتي. محمد صلاح بقى حلم لأي طفل عربي بيحب الكورة. النهاردة لما تسأل أي طفل نفسك تبقى مين؟ هيقولك محمد صلاح. هو بقى قدوة مش بس في المهارة، لكن في الالتزام، في الصبر، وفي الإصرار. الناس شافته وهو بيقع، وشافته وهو بيقوم، شافوه بيحيط بعد الهزيمة وبيضحك لما يكسب. بس الأهم، عمره ما تكبر، عمره ما تغير. النهاردة واحنا بنتكلم، محمد صلاح بقى أسطورة حية، مش بس عشان الألقاب، لكن عشان الطريقة اللي كسب بيها احترام العالم. بدأ من قرية صغيرة في الغربية، ومشي طريق طويل مليان عرق وتعب وأمل. قدر يغير نظرة العالم عن اللاعب المصري والعربي، وخلى ملايين الناس تصدق إن المستحيل ممكن. محمد صلاح أثبت إن النجاح مش حكر على حد، وإنك مهما كنت بسيط لو أمنت بنفسك هتوصل. في يوم من الأيام، صلاح كان مجرد شاب بيجري ورا كورة في ملعب تراب. ما كانش عنده غير حلم صغير وإصرار كبير. النهاردة بقى حلم لأجيال كاملة. قصة صلاح مش بس عن الكورة، هي عنك وعن أي حد بيحارب علشان حلمه. فلما تحس إن الطريق طويل، افتكر محمد صلاح. ولما تقع، افتكر إنه هو كمان وقع وقام. ولما تحس إنك لوحدك، افتكر إن اللي بدأ من الصفر وصل للعالمية. واوعى تنسى الجملة اللي بتختصر كل ده: مفيش مستحيل طول ما انت ما وقفتش. الدروس اللي نقدر نتعلمها من صلاح: الموهبة مهمة، لكن الالتزام أهم. الفشل مش نهاية الطريق، الفشل بداية طريق جديد. ما تستناش الدعم، اصنعه بنفسك. اشتغل في صمت وخلي إنجازك يتكلم عنك. التواضع مش ضعف، دي قمة القوة. احترم نفسك واحترم حلمك، حتى لو محدش شايفه دلوقتي.
السلامة.